ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الكوره في القهوه. النهارده جايين بشكل مختلف شويه، النهارده مش جايين ليست ونرنك احسن 10 لعيبه. النهارده جايين انا ومهند نتخانق خناقه ابسط شويه. الخناقه النهارده عن ايه؟ ونريح الناس شويه من التوب 10. من التوب 10. ها ماشي، تحس ان في بريشر. انا هرتب، لازم نرتب كلنا. دي حقيقه. احنا هنروح هنعمل تشكيله لمنتخب مصر من احسن 11 واحد احترفوا بره، بس كل واحد في مركزه، يعني مش احسن 11 عامه. يعني اوكي، تشكيله بالظبط. هنعمل تشكيله للمنتخب بناء على اللي عملوه في الاحتراف، مش كارير اللعيب. لا، يعني بناء على المده اللي هو قاعد فيها بره والحاجات اللي هو والانجازات وادى بالظبط. بس انا اعتقد ان انا هستثني واحد او اتنين، يعني ما فيش مشكله. بس وهنعمل التشكيله وفي الاخر بالتالي هنستثني صلاح عشان مش قد كده. يعني هو الوحيد اللي اخذنا في التشكيله كلها اللي موجوده. ماشي. ايه تشكيلتك؟ هتلعب بخطه ايه؟ انا هلعب 4-2-2-2 4-3-2. ماشي، يعني اسمع بقى يا جوارديولا عشان هسيب بس واحد معايا على الدكه عشان لو قلبتها 4-3-3. ماشي، بس هي التشكيله الاساسيه 4-3-2. ماشي. انا هلعب 4-2-3-1. ماشي، سهل ممتنع يعني. نبدا بالجول. يلا بينا. ماشي. مين يا باشا في الجول كيبر؟ انا يعني هروح لنادر السيد. نادر السيد قعد بره شويه، وهو كان يعني اعتقد يعني هو شريف اكرامي برضو عمل مسيره بره كويسه، بس اعتقد نادر السيد. طب ما تقول بقى تشكيلتين بقى واروح احسن. لا ما انا كنت اصلي اقول شريف اكرامي يعني. خلاص انا رحت لنادر السيد فانا هسكت. خلاص كمل انت يا باشا. ماشي. اختيار. احنا طبعا عندنا غزاره في اللعيبه الحراس المحترفين يعني طبعا، فاحترنا كتير جدا عشان ننقي. انا اخترت شريف اكرامي. اوكي، لانه لعب في نادي قيم ونادي ليه تاريخ وعراقه ولعب وادى في الفتره دي. لعب فاينورد، فانا هروح لشريف اكرامي. ماشي. طبعا يعني عندي تحفظ لما رجع، بس في الاخر في الاحتراف كان كويس. ماشي. تعال نروح لباك اليمين مثلا. اتفضل، ابدا انت، قول لنا مين الباك اليمين بتاعك. احمد المحمدي. اوكي، احمد المحمدي عمل تاريخ استمراريه. الصراحه يعني لو حتى اختلفنا على المهاريه بتاعته، بس مش هنختلف على اجتهاده في الملعب يعني. اوكي، احمد المحمدي عمل تاريخ عظيم جدا جدا في استون فيلا وفي هال سيتي. دي حقيقه. انا معاك في الاختيار ده، بس انا مش هروح معاه للاسف. ماشي، انا هروح لابراهيم حسن. يعني انا قلت لك انا هستثني لعيب او اتنين. هو ده؟ لا، ده واحد منهم. انت استثني ال 11 ولا؟ لا، ده واحد منهم. ماشي. والاثنين عامه ورا في الدفاع، بس انا هروح لابراهيم حسن. يعني هو ما اعتقد ان هم ما طولوش بره كتير. هو حسام حسن يعني كان لعب في نيو شاتل ولعب فين تاني؟ مش عارف. بس هو تاريخهم الاحترافي كان في نيو شاتل. دي حقيقه. فانا هروح لابراهيم حسن بصراحه. تقريبا لعبوا في العين. اوكي. لا، ما لعبوش حتى ما لعبوش في اوروبا بره تاني غير هو نيو شاتل. ما لعبوش اعتقد في اوروبا تاني. هو حسام في حته تانيه. بس هو ابراهيم حسن عمل طبعا مش محتاج اتكلم على ابراهيم حسن في مصر يعني نقطه بالظبط. يعني هو احسن باك يمين اعتقد في تاريخ مصر يعني. ماشي. فانا رحت لابراهيم حسن. الباك الشمال. الباك الشمال انا هروح لمحمد عموره. طلع برضه لعب في الدوري الالماني. اعتقد قعد فتره بره كويسه يعني. وطبعا لما رجع برضه هنا في الاهلي عمل برضه ماتشات كويسه. بس احنا خلاص بنقيم على بره، فانا هروح لمحمد عموره. يعني محمد عموره من احسن باكات شمال يعني. هو محمد عماره كمحمد عماره طبعا. بالظبط. بس انا هختلف معاك في الجزء الاحترافي. احنا برضو ما كانش عندنا باكات شمال قوي محترفين يعني. انا كنت بفكر في عبد الشافي وبفكر في احمد سمير فرج. اوكي. بس عبد الشافي طبعا في حته ثانيه. بس عشان ما راحش اوروبا انا اختار احمد سمير فرج. اوكي. لعب في ستراتسبورج. لعب في ليرس. وعمل بصراحه كام سيزون كويسين يعني. ماشي. انا هروح للاثنين مدافعين. هروح لعبد الظاهر السقا. وهستثني بقى اللعيب الثاني. اللعيب الثاني اللي انا هستثنيه من القائمه اللي احنا المفروض ان احنا بناخدهم في الاحتراف يعني. هستثني ابراهيم سعيد.
ابراهيم سعيد يعني هو طلع كان المفروض هيلعب اول ماتش في حياته، القصه المشهوره قدام ليفربول وهو بيلعب في ايفرتون، نزل سابق شعر احمر، اللي هو بتعمل ايه يا ابني؟ بتعمل ايه؟ اقعد على الدكه مش من هنا مش من اقعد هنا. على الدكه وارجع. بس هو طبعا بغض النظر عن الاجيال القديمه لا. هو احسن مدافع انا شفته بيلعب كوره في حياتي يعني. بيلعب كوره. ايوه بالظبط، صح. هو احسن مدافع بيلعب كوره. عمل البطوله بتاعت افريقيا بتاعت 2006 اللي كانت هنا، وده كان بعد ما مسيره ابراهيم سعيد انحدرت يعني. ده ما كانش البيك بتاع ابراهيم سعيد، صح. البيك بتاع ابراهيم سعيد كان 2001 2002. فلعب لحد 2006 ولعب بطوله 2008 ما لعبش يعني، بس شارك معاهم، سافر معاهم في البطوله بتاعت 2008 بتاعت افريقيا. بس لا ده احسن مدافع انا شفته في حياتي بيلعب كوره يعني. صح. فما قدرتش ان انا ما احطوش. هي كانت طبعا مسيره احترافيه مدتها 5 دقايق بس بالظبط يعني. ورث ان هي تتحط معانا في الليست. طيب انا هروح لقلوب الدفاع عندي. ماشي. هاني رمزي. اوكي. هاني رمزي عمل تاريخ مشرف جدا جدا جدا. ماشي. سواء في المانيا او سواء في تركيا. اوكي. وجنبه هاني سعيد. اوكي. انا فكرت الصراحه في حجازي، بس حجازي ما طولش في اوروبا، هاني سعيد طول شويه في اوروبا. اوكي. ولعب في فيورنتينا ولعب في الدوري الايطالي في عزه شويه. دي حقيقه. فهاني سعيد رجع لنا برضو، ولما رجع خامه مختلفه عن المدافعين اللي كانوا هنا. هو كان اول من المدافعين لا عشان كده، وعشان كده كان بيلعب ليبرو. الله يفتح عليه، كان يلعب لك ارتكاز، يعمل اي حاجه يعني. فانا هاني سعيد وهاني رمزي. اوكي. تقريبا مشكله في هاني يعني. ماشي. انا اروح لنص الملعب. ماشي. هلعب 2 يعني زي ما قلت في نص الملعب. هلعب باحمد حسن وحسام غالي. طبعا احمد حسن مسيره احترافيه ومسيره كرويه كامله من اول ما لعب لحد ما خلص كوره، ما فيش بني ادم يختلف عليها. صح. ولا احترافيه ولا محليه ولا اي حاجه. العميد بالظبط يعني. احمد حسن اعظم لعيب تاريخ في نص الملعب في تاريخ مصر يعني، ما فيهاش نقاش يعني. حسام غالي طبعا ده في حته تانية خالص يعني. حسام غالي ده البولر. بالظبط. حسام غالي ده في حته تانية خالص لوحده يعني. دي حقيقه. بص انا كنت حاطط الاثنين نفس الاثنين، بس في اخر لحظه حسيت ان انا ظلمت النني. انا اسف يعني لو في اختلاف، بس مسيره النني الاحترافيه ورث ان هي تتذكر في التاريخ. قويه جدا طبعا. فانا هختار احمد حسن والنني يعني. أوكي. حتى لو في ناس كتير بتختلف عن النني، انا منهم. بس هو اثبت للعالم يا جماعه انا بلعب احترافيه ممتازه توب ليفل. بالظبط. واستمراريه. هو الفكره كمان في الاستمراريه يعني. هو كتير قوي زيه زي المحمدي يعني. المحمدي مش ناس كتيره تتفق ان هو احسن باك يمين في تاريخ مصر، بس هو الاستمراريه بتاعته بره. بالظبط. بالاجتهاد. خلاص متفقين على احمد حسن واختلفنا في حسام غالي والنني. بالظبط. انا هلعب بقى قدام ب3، انت هتلعب بكام واحد؟ انا هلعب 2 يعني احنا مشتركين في الوينجات. طب كده الوينج اليمين شكرا محمد صلاح. محمد صلاح مش محتاجين نتكلم كتير بقى. محمد صلاح يعني. محمد صلاح ونقطه. ماشي. بس الليفت وينج مين؟ انا هلعب بمحمد زيدان عشان احط 2 مهاجمين. بصيت على الورقه بتاعتي؟ لا ما بصيتش على حاجه والله ابدا. بس عشان العب ب2 مهاجمين ما قدرتش ان انا ما احطهمش بصراحه في اخترت برضه زيدان يعني. ما هو اصل زيدان، ما هو برضه زيدان يعني ما فيش كده. واحد بقى لعب مع كلوب بقى ولعب فاهم في دورتموند بقى وماينز وقعد كتير برضه. بس هو الفكره في الاخر برضه العقليه يعني. بس هي كان ممكن يكمل اكتر من كده بكتير. كان بيجي اف يا اخي والله العظيم. ده زيدان ده من اساطير الموبايلات. ايوه دي حقيقه فعلا. زي رونالدينيو كده. قوي قوي يعني. قوي قوي. ما فيش اي حد يقدر ان هو ما عندك بديل ليه؟ لا انا بديلي هيبقى لحد تاني يعني. انا عندي بديل بس مش لمحمد زيدان. ماشي. لا انا بديلي تريزيجيه. اوكي. تريزيجيه عظيم يعني. يمكن ما دخلش الليست لان في زيدان يعني. مش عشان يا ابني انت قليل، عشان في الاقوى الاعظم. دي حقيقه. اوكي ماشي. انا قول انت بقى الاثنين اللي عندك قدام، لان انا هلعب ب2 صراح، فاعتقد ان احنا بقى مختلفين يعني. ماشي. يعني انا هلعب 2 مهاجمين 9. ماشي. صانع الالعاب اللي هلعب بيه هو عبد الستار صبري. اوكي. ملك الكرة الشراب. عبد الستار صبري برضه يعني. ده لسه حد من فترة كان بيلعب بالبطولة اللي هو كان بيلعبها يا ابني ما زال عظيم. عظيم يعني. لعب في بنفيكا ولعب في ماريتمو ولعب في باوك اليوناني. فلا طبعا عبد الستار صبري من اعظم من انجبت الكرة المصرية. دي حقيقة. ماشي. وانت مين المهاجم بتاعك؟ ميدو. شكرا. زي ما قلنا على صلاح كده ميدو. ماشي. شكرا. انا ميدو برضو. في الاثنين اللي 9 قدام هاخد حسام حسن برضو.
العب بميدو وحسام حسن. انت حتى يا اخي حتى هم يعني شوف بيتحركوا في كل حته مع بعض حتى في الاختيارات. ايوه مش هيسيبوا بعض. دي حقيقه. لا ميدو وحسام حسن طبعا الاثنين مهاجمين. ميدو انا عايز ادي شاوت اوت لعمرو زكي. عمرو زكي اقول له النص سيزون اللي انت عملته في انجلترا وال10 تجوان والله العظيم يعني والله انت موجود في الليست بس مش قادر ادخلك. لا طبعا ميدو وحسام حسن يعني مفيش نقاش يعني. انا بس هيبقى بديلي بقى اللي انا كنت بقول عليه ان انا هبقى بديل لميدو هو محمد شوقي. ناخد محمد شوقي لو انا هلعب بثلاثه في نص الملعب العب 4-3-3. محمد شوقي عمل شويه محمد شوقي من اللعيبه الاندر ريتد اللي مش واخده حقها تماما في الكوره في مصر في كل حاجه. هو مش عارف ليه ما طولش يعني. كان عنده ولعب في ميدلز برو كان بيلعب. دي حقيقه. هو ما طولش بره بس هو عمل مسيره هنا في مصر يعني. المفروض ان هي ما تبقاش اندر ريتد يعني. المفروض ان هو ياخد حقه بالزياده يعني. هو مش واخد حقه خالص اتفق يعني. معاك. بس فده هيبقى البديل اللي انا كنت محتفظ بيه على الدكه يعني. واحنا كده احنا كده خلصنا ال11 بتوعك وال11 بتوعي. مظبوط. ماشي. نستنى بقى ال11 بتاعت الناس. نستنى ال11 بتاعت الناس. ماشي في الكومنتات. ودي كانت الليست بتاعتي انا ومهند او القوائم بتاعت التشكيلات بتاعتنا ال11 لعيبه المصريين اللي احترفوا ومستنيين ان انتوا تقولوا الليست بتاعتكم والتشكيله بتاعتكم لو فيها اختلاف او لو متفقين معانا. ولو الفيديو ده عجبكم والتوبيك عجبكم مستنيين اللايك والشير والسبسكرايب ونوزع بقى على اصحابنا كده. ومستنيين ال11 بتاعت الناس بقى عشان نتخانق. ده كده قبل اي حاجه. عشان نتخانق. واخيرا اللينكات بتاعتنا هتظهر على الشاشه على التيك توك والانستجرام والفيسبوك واليوتيوب. واهم حاجه زي ما عملتوا لنا السبورت زمان مستنيين السبورت في الحلقات الجايه وشكرا.